السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض الكوارع، هنعملها بطريقه جميله جدا، وهنعمل فتة الكوارع، وهنعمل الدقه اللي بتتاكل مع فتة الكوارع. سهله جدا، ما تاخدش معانا وقت ولا مجهود، وكمان طعمها جميل جدا. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يصل لكم كل جديد. تابعوا معايا الفيديو. اول حاجه هنقول بسم الله. انا هنا معايا الكوارع غسلها كويس، ابتدي ان انا اديها اول غلوه على البوتاجاز، اكون مجهزه حله فيها ميه. بعد كده انزل الكوارع عليها بالشكل ده واديها غلوه. بعد ما خدت معايا الغلوه ديت، بعد كده ابتدي ان انا اغسل الحله واغسل الكوارع من اول وجديد، وابتدي ان انا اعمل لها ميه جديده وانزل عليها بالتوابل. معايا بصلايه، معايا طماطمايه، معايا ورق لوري، معايا نص معلقه فلفل اسود، نص معلقه كزبره ناشفه، واسيب ان هي الكوارع تتسلق معايا. انا ليه بديها الغلوه الاولى ديت؟ عشان تطلع معايا الريم والزفاره واي حاجه مش كويسه فيها. بعد كده ابتدي ان انا اعمل لها ميه نظيفه واسيبها ان هي تتسلق معايا بالشكل ده. بعد كده نبتدي ان احنا نعمل مع بعض صلصه الفته. اول حاجه هكون مجهزه معايا معلقه سمنه، بعد كده احمر فيها التومه. اول ما التومه تبتدي ان هي يعني تصفر معايا، ابتدي انزل عليها بمعلقتين كبار خل، وبعد كده انزل عليها بعصير الطماطم، وبعد كده انزل عليها بالتوابل، نص معلقه فلفل اسود، نص معلقه كمون، ورشه الملح، واسيب معايا الصلصه تتسبك بالشكل ده. خلاص كده الصلصه اتسبكت معايا، وكمان الكوارع استوت معايا. ابتدي ان انا اخد الكوارع وابتدي ان انا انزل بيها على الصلصه بالشكل ده. اخلي الكوارع تاخد غلوه كويسه مع الصلصه بالشكل ده. ميزه الحركه دي ان هي بتطعمها وبتديها طعم جميل جدا. واول ما تاخد معانا غلوه بالشكل ده، نبتدي ان احنا نرصها عندنا في صينيه او في طاجن عندنا، ونبتدي ان احنا ندخلها الفرن تاخد لون حلو كده معانا. ما ننساش نصلي على سيدنا محمد ونقول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بعد كده نبتدي ان احنا نعمل مع بعض رز الفته. بعد كده هكون مجهزه معايا الرز، اغسله كويس، وبعد كده اصفيه كويس من الميه، وابتدي ان انا انزل بمعلقتين كبار من الزيت، وابتدي ان انا احمر الرز كويس بالشكل ده. واول ما الرز يتحمر معايا، ابتدي انزل عليها برشه الملح، وانزل عليها بربع معلقه صغيره من الفلفل الاسود، وبعد كده اقلبها كويس، وبعد كده ابتدي انزل عليها بالميه المغليه. انا هنا ما نزلتش عليها بشوربه الكوارع، حبيت اعملها بميه من الحنفيه، واسيب معايا الرز يتشرب معايا وان هو يستوي. بعد كده نبتدي ان احنا نعمل مع بعض الدقه دي جميله جدا جنب اي فته، بجد جربوها هتعجبكم جدا. اكون مجهزه معايا معلقه سمنه، وابتدي ان انا اول ما السمنه تبتدي ان هي تسيح معانا، هبتدي انزل عليها بمعلقه توم مفروم ناعم، وابتدي ان انا احمر التومه كويس مع السمنه بالشكل ده. واول ما السمنه اشم ريحتها، ابتدي ان انا انزل عليها بمعلقتين كبار من الخل، وبعد كده انزل عليها بشوربه الكوارع او شوربه اللحمه، وابتدي ان انا انزل عليها بالتوابل، ربع معلقه صغيره من فلفل اسود، نص معلقه كمون، ورشه الملح، واسيبها تغلي معايا. واول ما تاخد معايا اول غلوه، ابتدي ان انا اطفي النار عليها. بعد كده نبتدي ان احنا نحمص العيش مع بعض. اكون مجهزه معايا العيش، وبعد كده اكون محطه في الصينيه معلقه سمنه بلدي، وبعد كده ابتدي ان انا ارص العيش بالشكل ده على الصينيه، وابتدي ان انا ارش عليها شويه زيت بسيطه، وابتدي ادخلها الفرن تتحمص معايا يطلع معانا بالجمال ده. وابتدي ارصه معايا في الطبق بالشكل ده، وانزل عليه بمعلقتين كبار من الصلصه، وبعد كده ارص على العيش الرز الابيض اللي احنا عملناه مع بعض، وبعد كده انزل عليها بشويه الصلصه اللي احنا عملناها مع بعض. شايفين ما شاء الله الفته جميله ازاي؟ شايفين ما شاء الله الكوارع بعد ما طلعت من الفرن جميله ازاي؟ وعملنا منها سلطه بلدي. شايفين ما شاء الله جميله ازاي؟ بجد من الاكلات الجميله جدا، جربوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا. وعملنا اللي هي الشوربه بتاعت الكوارع اهيت، وعملنا الدقه. شايفين الدقه جميله ازاي؟ وصلصه الفته. يا رب الفيديو يكون عجبكم، لايك وشير، واشوفكم في فيديو جديد في حفظ الله.